لوطننا الكريم والحبيب، فلا بد ان يشارك الجميع، ومن لديه مشاركه يتقدم الى الاخ فضل المنتصر الذي تولى البرنامج. رجاء الان يا اخوه مع كلمه رئيس الجاليه، مع كلمه الاستاذ المحب لليمن ومحب جاليته الاستاذ فتحي العناية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين، وبعد. أيها الأخوة، لا يخفاكم أنه ثبت بالنقل أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، لكنه يسعى بينهم بالتحريش والحروب والشحناء، وفي خضم الأحزان المتسارعة يمر الوطن الحبيب بمرحلة عصيبة بأحداث داخلية، وإن جروح اليمن كثيرة، وأن مكاننا الآن أكثر من موضع، وما يحدث من أحداث داخلية يسهل على المتربصين بها. لذا يجب علينا اليقظة وعدم التفريط بالوطن والدعوة إلى توحيد الصف للحفاظ على الوحدة والحفاظ على السنة النبوية الشريفة لنكون أهلا لتلك الصفة التي وصفنا الرسول صلى الله عليه وسلم إياها: لقد أتاكم أهل اليمن ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يماني والحكمة يمانية. إن ما يحدث في اليمن سيكون نتائجه كارثية أرضا وإنسانا. لذا ندعو كافة القوى السياسية حكومة ومعارضة لتحكيم العقل والضمير لما فيه مصلحة المواطن والوطن، والجلوس على مائدة الحوار وتجنيب اليمن كل مكروه. فبين ماض بالقيم والرجال الذين سطروا أعظم السير من ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر و22 مايو لتحقيق الوحدة بسواعد الشرفاء، وتعمدت بدم الشهداء، وحاضر تحقق فيه حلم كل يمني بالوحدة، وشكلت محطة اعتزاز وفخر وأمل جديد في عهد النهضة، عهد الديمقراطية، ومن أجل مستقبل زاهر وللحفاظ على اليمن وللمحافظة على أمانة المبادئ الإسلامية. ندعو بالتداول السلمي للسلطة والتوصل إلى حلول عن طريق الحوار وإصلاح القضاء ومحاكمة الفاسدين والقضاء على الفساد وتجفيف منابعه وإفساح المجال لأصحاب الكفاءات للقضاء على الاختلالات الإدارية. ومن أجل تفويت الفرصة للمتربصين بالوطن شرا ندعو جميع شرائح المجتمع اليمني بتكريم سماحة الرئيس حفظه الله علي عبد الله صالح والدعوة لدستور جديد ونظام برلماني بديلا من سفك الدماء وتمزيق اليمن. ونقول لا للمرتزقة المدعومة من قوى خارجية لإشاعة الفوضى لتحقيق مآربهم، لا لمن يرفعون علام التشطير، لا لمن يقتلون على الهوية، لا لأصحاب النفوذ والجاه والحاشية، لا لأصحاب المناصب الذين يقدمون مصالحهم الشخصية فوق مصلحة الوطن، لا لقتل الأبرياء، لا للفساد والرشوة. نعم للحوار، نعم للوحدة، الوحدة للبقاء ما دامت الأرض وبقيت السماء. والسلام عليكم. أيها الأخوة، نعم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان يماني والحكمة يمانية. ومع كلمة أمين عام الجالي نائب الرئيس، عفوا معذرة يا أخوة، نائب رئيس الجالية نبيل الجماعي فليتفضل مشكورا. لو سمحتم
تعال انا تعالوا انا فراغ تعالوا انا رجعوا هكا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الجالية الأوفياء، شاكرون حضوركم جميعا. أما بعد، لقد كان للتقدم العلمي والتكنولوجي والثقافي وتطور كافة وسائل الاتصالات في العالم أن أصبح العالم كله عبارة عن قرية واحدة صغيرة، واليمن هو جزء من هذا العالم، والذي كان لزاما عليه التأثر بما يحصل من حوله في هذا العالم الصغير من سلبيات وإيجابيات وخلافات ومنازعات وظهور كيانات ذات آراء مختلفة وتوجهات وأهداف متباينة كنتيجة حتمية بوجود المناخ الديمقراطي. ولكن هذه ليست المشكلة ولن تكون المعضلة، ومهما تباينت الآراء كما قال فخامة الرئيس فهي مقبولة بحدود الثوابت الوطنية وعدم تجاوز الخطوط الحمراء التي ستؤدي إلى انقسام اليمن، ولا يجوز التساهل معها ولا مع أي يمني كان مهما كان منصبه أو مكانته. لكن المشكلة أن يخرج اليوم أخوانا من اللقاء المشترك مستغلون المناخ الديمقراطي للدعوة لإسقاط النظام، فإذا كان كل القوى حكومة ومعارضة في اليمن تعمل على إقناعنا بأنها تعمل جاهدة من أجل خير اليمن، قد يصيب جانب وقد يخطئ آخر والعكس. لكن السؤال للإخوان باللقاء المشترك أن يعطونا ولو فكرة واحدة، وأتحداهم أن إسقاط النظام يصب في مصلحة الوطن والمواطن، فهل بسقوط النظام بهذه الطريقة قوة لنا وبالديمقراطية والحفاظ على وحدتنا ضعف لنا؟ هل بسقوط النظام والانفصال سيعالج المشاكل الاقتصادية وتحسين الوضع المعيشي لكل اليمنيين، أم سيفسد خيرات وطننا الحبيب لمن يتربصون به ومن يبحثون على مصالحهم الشخصية على حساب الملايين من اليمنيين الذين ضحوا من أجل وحدتنا المباركة؟ وهل علامات استفهام كثيرة لا يسعني المجال لحصرها اليوم في هذا المقام. هذا ما جعلني أدعو وأقول لأخوان اللقاء المشترك: تعالوا لكلمة سواء بيننا وبينكم، نطلب ما نشاء وننتقد من نريد، إلا التقليد الغير مسؤول في إسقاط النظام والانفصال فلن ندعو إليه أبدا ولا نشرك في أمرنا من عاد أمتنا وديننا أحدا، عربا كانوا أو عجما، إلا المخلصين منهم الحريصين على وطننا، فأولئك لا نخاف خوفا منهم ظلما ولا رهقا. ويا أصحاب اللقاء المشترك، إذا كنتم وحدويون صادقون ووطنيون مخلصون وللشعب كما تدعون محبون ومبشرون ومنقذون، فمدوا أيديكم مع كل المخلصين الشرفاء لنعمل جميعا تحت راية الوطن. تحت راية الوطن لإزالة الفساد والمفسدين أينما كان، لنحصهم عددا ولا نبقي منه أحدا. أما إسقاط النظام بهذه الطريقة فهو خط أحمر لا يرضاه أي يمني عاقل يفهم ما يدور من حوله من مؤامرات ضد يمننا الحبيب. إسقاط النظام قسمين: قسم بسيط ومقرر به، وقسم قابض الثمن المأجورون. فالقسم الأول أقول: استيقظوا أيها النائمون وتنبأوا إن كنتم غافلين. والقسم الثاني أقول: عودوا لرشدكم وراجعوا حساباتكم، وإلا الفشل سيكون حليفكم، وإلى الذل والخزي والعار والمذلة مصيركم، وعندها سيعلم الخائنون أي منقلب سينقلبون. نفديك يا يمن، نفديك يا يمن.
الو ايها الاخوه توسعوا لو سمحتوا غطيت منا. ها اتصل لي بعد شويه. اتصل لي بعد نص ساعه. لا في هذه الساعه الا ان يشاركونا الاطفال الذي هما ولدة أجدادنا، والشباب أيضا هما مستقبل هذه الأمة. فلتشاركنا البنت هند نبيل الجماعي، فلتفضل. يا حي يا قيوم الفرد الصمد، يا من لك الحلال في كل سر، يا كاشف المكروب، يا فك العقد، يا من لك المعروف، يا غوث الشفاء. راسك أنا أسألك الله، راسك السجد في سجدك يدعوك تهدين الرسائل، كالنبي منه شر حاسد قد حسد، شر أصحاب التزمت حين الشر من ينوب، قطيع القصص الشر من يسعى فرقه. نفديك يا يمن بالروح بالدم، نفديك يا يمن. هذا الرئيس واحنا بعدك بالمسير يا علي، سير واحنا بعدك بالمسير يا علي، سير واحنا بعدك بالمسير يا علي، سير ايها الاخوه واحنا بعدك بالمسير يا ايها الاخوه لحظه. وكما شاركتنا هذه الطفلة الذي عبرت عن حرصها وحبها لليمن، وكما أكدنا بداية هذا اللقاء أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وقد قررنا أو ما رأيناه اليوم إلا أن يشاركنا العلماء في مقامنا هذا وفي مكاننا هذا، إلا أن يشاركونا العلماء في الداخل والخارج الذي قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. فليشارك معنا الشيخ عبد الولي الزنداني، فهو من مشايخ وعلماء الجالية في أمريكا، فليتفضل مشكورا. وسع الحلقة ايوه يا جمهوري. هذا عدو الفنان هذا. شعب يمني واحد يأبى إلا أن يكون موحدا أرضا وإنسانا. فالآن مع كلمة الشيخ من بين الجالية هذه يا أخوة تتمثل بعلماء، تتمثل بمهندسين، بدكاترة، بوجهاء، فليتفضل شيخنا مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة، بهذا العدد الموجود الرجال نمثل أول أنفسنا في هذا المكان أننا شعب منظم، فالرجاء توسعة الحلقة. أيضا إذا كان في معانا بداية تنظيم أنفسنا نحن قبل أن نطالب الآخرين بالتنظيم، فننظم أنفسنا. وسعوا الحلقة. طيب أيها الإخوة،
إخوة، الكل يعلم في شرق الأرض وغربها أن دم المسلم على المسلم حرام. هذه واحدة. والثانية زرع الفتن بين الصغير والكبير والذكر والأنثى والحاكم والمحكوم، أيضا هذه حرام منبوذة في القرآن والسنة. زرع الفتن والقلاقل وقتل الناس الأبرياء والتفجيرات والحراق والحاجات، هذه الأشياء التي لا ترضي الله ولا رسوله وليس لها مدد لا بالعرفية ولا بالشرعية ولا بالقبلية ولا إذا كان هناك معرفة نريد أن نعرفها، فالله سبحانه وتعالى قد جعل في أهل اليمن الإيمان والحكمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فنحن كما نطالب أيضا بأن الظلم أيضا حرام، لكن إذا كان هناك انتقاد رجل خدم في الدولة له محاسن، وكلنا لنا محاسن ولنا مساوئ، ولا بد أن يقدر الإنسان في خدمته. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى لأبا سفيان مكانه لخدمته، أعطى لهذا، ولكن لا نستطيع نقول أن الرئيس هو الذي يقول الرئيس رجل باطنة طيبة. ولكن الناس قد لا نعلم الناس الذي من حوله أو من تحته أو من في فساد في كل دولة وفي كل بلاد، لسنا يعني ملائكة، لكن الفساد الذي هو يريد التغيير أراد أن ينتقد فساد بفساد أكبر منه، وهذا هو الظلم والجور والفساد الأكبر والمحرم شرقا وغربا إسلاميا وغير إسلاميا. انظروا إلى هذه البلاد ونتعلم الأشياء الديمقراطية التي فيهم، أنهم نعم يغيروا السلطة يغيروا كذا، لكن بالطرق السلمية بالآداب، ونحن نقول نعم لتغيير السلطة، ولكن بالطرق التي لا تؤدي إلى منكر أكبر منها، لا تؤدي إلى خلاف، لا تؤدي إلى سفك دم أخي في بنات وأطفال يتم ونساء أرمل في ذمة من، وهذه تجعل للمخرب أو المغرب أو المفسد سواء كان من المؤتمر من الإصلاح من أي طائفة، احنا كلنا يمنيين، وتجعل له غرض أن يفسد في الأرض بذمة الإصلاح أو المؤتمر أو غيره. والرجاء هذه الأشياء لا نريدها. فالله جعل للإنسان حكمة وعقل، الله سبحانه وتعالى جعل لنا عقل وحكمة نتصرف. يا إخوة بارك الله فيكم، القيادات هناك قيادات سليمة ونظيفة وشريفة، ولكن نحن نقول واحد، شكر الله سعي الرئيس بما سعى به من العمل الصالح إلى يومنا هذا، وشكر الله سعي الوزراء والموظفين في الحكومة بما عملوا من العمل الصالح إلى يومنا هذا، ولكن نريد أن يكون يدا معهم للتغيير لما هو أفضل بالطريقة السلمية، بالأخوة، بالمساواة، بالمحبة، بعدم الفساد، بعدم الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نبيك يا يمن نبيك يا يمن بالدم نبيك يا يمن. نحن أيضا واحد، نبيك يا علي اشبهم هذا يا إخوة صلوا على النبي. اللهم صل على احنا واحد نقول نعم لوحدة الشعب شرقا وغربا شمالا وجنوب اليمن. يكفينا تمزق، يكفينا تفرق، يكفينا عداوات. نعم لوحدة اليمن، نعم لوحدة اليمن.